الحلقة دي ممكن تكون أهم حلقة أعملها في القناة أصلا، لأن هي تختصر كلام كتير جدا وهتوضح تساؤلات كتير كانت في دماغك، وهتعرفك العيب الحقيقي في حياتك موجود فين. فعشان أهمية الحلقة دي وعشان الكلام اللي هقوله في الحلقة دي ما ينفعش يتقال كده ويبقى زي أي فيديو أنت بتشوفه، أنا مش هحاول أمنتج في الفيديو ده، مش هحاول أعمل لك هوك، مش هحاول أخليك بأي طريقة تكمل الفيديو لحد الآخر. لأن الشخص الوحيد اللي هيكمل الفيديو لحد الآخر هو اللي فعلا عايز يحافظ على المنفعة بتاعته، اللي تهمه إن هو يتعلم، مش يهمه إن هو يكون مستمتع. أنا في الفيديو ده مش هحفزك خالص، أنا كل حوار هحكي لك قصة حصلت أو ما حصلتش لكن فيها عبرة، وكل جزء في القصة دي هتلاقي فيه إسقاط على حاجة بتحصل في حياتك، هتحس إن فيه انعكاس إن اللي بيحصل مع الشخص ده كان بيحصل معايا. فلو ناوي إن أنت تاخد جرعة تحفيز تقوم تلعب لك بيها عدتين ضغط وترجع تاني، فالحلقة دي مش هتفيدك. الحلقة دي فعلا هتوضح حاجات كتير قوي انت ما كنتش عارفها في دماغك. اقعد على رايقة، لو فضي نفسك من اي حاجة مشتتات، ارمي الموبايل بتاعك في الزبالة، هتقوم تعمل لك حاجة تشربها، هات معاك ورقة وقلم، اعمل اي حاجة. المهم يكون تركيزك كله في الحلقة دي، ممكن كام دقيقة دول هم اللي يغيروا حياتك. كان في شاب زيه زي اي شاب مصري عايش حياة عادية، بيروح الكلية ساعات او لو ما وراه مذاكرة بيذاكرها، وبينزل شغل ب2000-3000 جنيه في الشهر. بس زي برضو أي شاب كان عنده أحلام وكان عنده حاجات نفسه يعملها، بس الفكرة إن هو كان واخد الحوار بجدية أكتر، كان عايز فعلا يحقق الحاجات دي. فكان كل الخطوات اللي هو بيعملها إن هو كان بينظم وقته بالورقة والقلم. هل على الواقع كان بينظم وقته؟ لأ. كان ممكن يخطط إن أنا الصبح مش هفوت ولا دقيقة في حياتي، أول ما يصحى تاني يوم الصبح يمسك الموبايل يفضل يقلب فيه. كان زيه زي معظم الشباب كلهم بيحاولوا يتغيروا وفي الآخر بيرجعوا لنفس نقطة الصفر تاني، ما بيحسش إن هو عمل أي حاجة ولا بيحس إن اللي هو بيكتبه أو بيخططه أو بيتعلمه ده ليه أي لازمة، لأن هو مش قادر يطبقه. كان دايما بيشوف ناس بتتكلم على إن العيب ساعتها بيكون في العادات أو في عقليته أو في الظروف اللي حواليه، وكان بيقعد يتلكك بأي تلاكيك بقى، الظروف وحشة، البلد منيلة، أنا ما عنديش وقت إن أنا أذاكر وأعمل حاجة في دماغي في نفس الوقت. كان بيلاقي مهرب إن هو يواجه نفسه يعني، بس في خلفية عقله كان عارف إنه الغلط من عنده. فكان بيعمل اللي عليه مثلا من ناحية الشغل، يخلص الشغل بتاعه ويذاكر، والوقت الفاضي إما إن هو بيقعد يقلب فيه على الموبايل أو ينزل يقعد مع أصحابه على القهوة. النهاردة الساعة 8، والساعة 8 دي يعني وقت الروقان عند عمر، خلينا نسمي الواد ده عمر. فعمر في الوقت ده لازم يكون قاعد على قهوة مع نفس الشلة، بيرغوا في نفس الرغي اللي اتكلموا فيه امبارح واللي هيتكلموا فيه القعدة الجاية. ايه، قاعدين بيتكلموا في اي كلام وخلاص، لحد ما بتيجي السيرة اللي بتعكنن على الكل، سيرة الفلوس. ساعتها عمر مش يخاف ولا بيفكر، عمر زي ما تقول بيرسم نفسه كده وبيقول يا جماعة، أنا الشغلانة اللي أنا ماشي فيها دلوقتي دي مجرد بس عشان ربنا يسترها معايا اليومين دول، إنما أنا في دماغي فكرة مشروع أنا مخطط لكل حاجة فيه، والمشروع ده لما ينجح أنا هحقق كل حاجة في حياتي. وقعد يتكلم ويخطط، وكان بيتكلم في ملايين وهو أصلا معهوش تمن المشاريب اللي هم بيشربوها. المهم عمر فضل يتكلم، وزي باقي الشباب اللي حواليه كل واحد برضو كان عنده فكرة مشروع، بس ايه المشكلة؟ الظروف مش تمام، بس مش بادئين دلوقتي، او احنا مستنيين فرصة بس معينة، او لما اشتغل واجمع فلوس ساعتها هبقى افكر ان انا افتح المشروع ده. المهم في وسط القعدة دي وفي وسط ما عمر بيتكلم، التليفون اللي هو كان حاطه على الترابيزة بيرن، بيرمي عينه كده على التليفون لقى مكتوب البيت، بيشد التليفون ويرد نفس الرد البارد، خلاص يا ماما جاي في السكة اهو. واللي هو كان بيرد الرد ده اصلا بيقعد بعدها ساعتين 3 كمان ويروح. ايوه يا ماما خلاص جاي اهو. لكن بيتفاجئ عمر في اللحظة دي ان اللي بيكلمه مش امه، كان بيكلمه شخص مرعوب وعمال بيقول له تعالى بسرعة على المستشفى العمومي، امك وقعت والاسعاف جت خدتها. عمر بيتسمر للحظة كده، ووشه بيشحب، بيبهت وبيصفر وعينيه بتبرق. اللي حواليه اتفاجئت
صاحبه بيسأله بيقوله في ايه مالك، ايه اللي حصل؟ عمر بيبصله مش قادر ان هو ينطق الحروف. وفي ظرف ثانية عمر مش بيقوم من على الكرسي، عمر بيتنطر من على الكرسي، والكرسي بيطير من وراه، وقام جري خبط الترابيزة وقام يجري. هو أصلا ما يعرفش المستشفى العمومي دي فين، هو بيجري وخلاص عايز يروح في أي طريق يوصله لأمه، أمه بتموت. المهم أول ما قام يجري، في بنت عمر كان بيحبها، والبنت دي جميلة فيها كل مواصفات البنت اللي عمر نفسه يتجوزها ويعيش معاها حياته. وعمر حرفيا كان في اللحظات دي بيستنى منها نظرة. لو كان شافها على أول الشارع كان بيقعد يظبط في هدومه، يعني يكويها بإيده علشان بس هي تشوفه يكون شكله كويس. عمر حرفيا شاف البنت دي وهي كانت في طريقه، جري. عمر ما بصلهاش أساسا، لدرجة إن الهوا بتاعه هز شعر البنوتة دي، وهي بصت باستغراب وعمر ما خدش في باله. الشارع كان مليان زحمة، والناس بتروح وتيجي، وفي ناس قاعدة على القهوة، وفي ناس بتعدي الطريق، وناس شايلة حاجات، وناس بتشتري حاجات. لكن في عين عمر الطريق كان فاضي، هو مش شايف غير أمه بس، هو بيرنش في ودانه غير كلمة الحقنا والدتك بتموت. عمر من كتر السرعة ومن كتر هو بيجري ومش واخد باله، في عربية بتخبطه، طن. عربية بتخبطه من هنا، عمر بيطير حوالي لمدة ثانية في الهوا لحد ما بيقع على الأرض. عمر يقع على الأرض، بيسمع صوت البنطلون وهو بيتقطع، فجأة بيحس برجله دافية، بيبص على رجله لقاها غرقان دم. طبعا الناس اتجمعت واتلمت، وحتى صاحب العربية ركن ونزل وقال له في ايه يا ابني مالك ومعرفش ايه وكده. فعمر بيبص له بيقول له المستشفى العمومي منين؟ فراح الراجل لسه بيسنده بيقول له يا ابني طب قوم شوف نفسك الاول. قال له المستشفى العمومي منين؟ الراجل اتخض والناس خلاص بعدت عنه عشان الراجل عشان يعني باين ان في حاجه مهمه. راح الراجل وصف له طريق المستشفى. قبل ما الراجل يخلص الوصف كان عمر بيجري اساسا، كمل جري 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 لحد ما وصل للمستشفى. دخل، الناس كلها استغربت منظره، يعني المكان اصلا نضيف، المستشفيات نضيفه وريحه المطهر موجوده في كل حته. لكن عمر كان داخل عرقان ورجله بتنزف على السيراميك وهدومه متقطعه ومليان تراب. دخل السكرتيرة اللي واقفة بره بيقول لها فين قسم الطوارئ، شاورت له على قسم الطوارئ. دخل لقى أمه نايمة على السرير في غيبوبة، ولقى دكتور بارد، دكتور ما عندوش مشاعر، دكتور ما عملش أي حاجة غير إن هو قال له الحالة اللي موجودة. عمر داخل منهار تعبان متمرمط. الدكتور بكل برود بيقول له أمك عندها انسداد بنسبة 90% في الشريان الرئيسي للقلب، وفي خلال أسبوع لو ما عملناش العملية أمك قلبها مش هيستحمل وهتودع. عمر بينهار بيتعصب من برود الراجل وبيقول له طب انت ايه اللي موقفك لحد دلوقتي ما عملتش العملية؟ قال له العملية دي ب50,000 جنيه، لازم تدفع الأول قبل ما نعمل العملية. عمر ساعتها كلمة 50,000 جنيه دي أكن في سيف نزل على رقبته، أكن في رعد رن فيه. 50,000 جنيه يجيبهم منين؟ ده هو أصلا بقاله كل السنين دي عمال يخطط وبتاع ويعمل مشاريع عشان يوم ما هينجح هيبقى معاه 50,000. هو شايف ال50,000 دي هي النجاح، وكان بيخطط إن هو لو عملها هيبقى مش أقل من سنة سنتين. أنت عايزه في 5 أيام يجمع لك ال50,000 جنيه دي؟ كل التساؤلات دي كانت بتدور في دماغ عمر، لكن مفيش حل تاني. 5 أيام المفروض يجمع فيهم 50,000 جنيه عشان يشتري بيها روح أمه، إنما لو ما خدش ال50,000 جنيه دي خلاص هو خسر أمه. عمر بيطلع من المستشفى، بس ساعتها اللي بيطلع من المستشفى ده مش عمر، ده آلة، ده مكنة هدفها هدف واحد بس، 50,000 جنيه. هو مش في دماغه إن هو يريح، ما بصش على الجرح أصلا، ما بصش على هدومه المتبهدلة والكسف من شكله في الناس قدام الناس من هدومه ولا أي حاجة. عمر هدفه 50,000 جنيه بس. نزل أول محل موبايلات شافه، حط إيده على موبايله، طلع موبايله الأيفون اللي هو كان جايبه بالقسط عشان يشوف نفسه بيه على الناس وباعه. عمر باعه حرفيا بأقل من نص تمنه من غير فصال، وخد قصاده موبايل بزراير. موبايل الزراير، عمر كان بيبص على الشارع كده وإيده ما بتبطلش ترن على الناس اللي هو يعرفها عشان يستلف منهم.
يستلف ويبص على الشارع يشوف ايه محلات ممكن يروح يعرض عليهم خدماته عشان يشتغل. عمر كان عايز يستغل كل ثانية، مش ان هو يجيب فلوس من مصدر واحد، ان هو يجيب فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا. عمر حرفيا رن على كل اللي يعرفهم، في اللي سلفه وفي اللي اعتذر وفي اللي قال له طب استنى عليا. المهم عمر قدر يجمع جزء من المبلغ على ما كان بيلف على المحلات. المحلات كانت كلها تقول له احنا ما نقدرش نساعدك، احنا الشغل بتاعنا محتاج ان انت تقبض بعد شهر وشغل عادي، مش هنقدر نساعدك في حاجة تخدمك في 5 ايام. المهم كان في مقاول في الشارع بتاع عمر حرفيا كان بيستعر ان هو يسلم عليه، كان شايف ان هو حد مش من مقامه يعني. المهم عمر راح له وقال له انا عايزك في اليومين دول تعتبرني ان انا ونش، انا مش عايز ابطل شغل، انا عايز طول اليوم اشتغل، انا كل همي ان انت تديني اكبر عمولة ليا في اليوم. حرفيا الراجل كان بالليل ساعتها قال له مفيش شغل دلوقتي، تعالى لي بكره. وعلى ما جه بالليل لبكره عمر استلف عربيه من حد من صحابه واشتغل عليها اوبر، وبقى بيشتغل ان هو يوصل اوردرات، وبقى بيعمل اي حاجه حرفيا قصاد ان هو يجيب فلوس. يخلص من شغل اوبر مش قادر ينام، مش عارف ينام اصلا، بقى بيصور كل حاجه في البيت عشان يبيعها، وبقى بيعرضها على النت، وبقى في ناس زباين بتيجي عشان يشتريها منه. تاني يوم صحي ما عرفش هو نام ازاي اصلا، هو مش فاكر هو نام امتى، هو نام وهو بيشتغل. يعني ما كانش في وقت راحة لدماغه مديهاله ان هو يروح على السرير وينام، هو بينام وهو بيشتغل. وصحي تاني يوم، صحي في الميعاد بالظبط بتاع المقاول مديهوله، كان هناك وحضر عمر ساعتها. ما كانش في لحظة بيقف فيها في الشغل، بيشيل على طول الطوب يطلعه للدور العاشر، يشيل شكاير اسمنت، يشيل رملة، يعمل اي حاجة. وكان دايما ما بيوقفش، رجليه ما بتوقفش رغم ان هي مجروحة، ما اهتمش بالجرح، كان ظهره بيتقطم من الشيل، ما كانش بيحس بأي حاجة، هو هدف ان هو يجيب 50,000 جنيه. فضل ماشي على الحال ده كتير، باع نص الحاجات اللي كانت في الشقة، واشتغل على العربية كتير جدا، واشتغل مع المقاول لحد ما حرفيا ظهره اتقطم، وعرف يستلف من الناس وجمع المبلغ. في اليوم الخامس عمر راح المستشفى بنفس المنظر اللي كان داخل بيه أول مرة، متبهدل وعرقان وإيديه مشققة وظهره بيوجعه ولسه التعويرة زي ما هي. حط الفلوس على الكاونتر بتاع المستشفى، الفلوس فيها فلوس لسه مسحوبة من البنك، وفي فلوس مكرمشة، وفي فكة متجمعة مع بعض، فلوس من كل المصادر. واداها لهم وقال لهم اعمل العملية يا دكتور، أنا عايز أمي تعيش. المعجزة مش إن أمه عملت العملية وعاشت، المعجزة كانت في عمر مفيش أي حاجة اتغيرت فيه، لكن اللي مقدرش يحققه من 2 أو 3 سنين قدر يحققه في 5 أيام. هل عمر اتغير؟ لأ، مفيش أي تغير حصل لعمر. هل الظروف بتاعت البلد اللي هو كانت فيها اتغيرت؟ لأ. هل في فرصة جت من السما؟ لأ. فكرة إن الهدف كان ساعتها ما كانش هدف أو أمل، حاجة أنا عايز أوصلها أو لما أوصلها هفرح، دي حاجة لو ما حصلتش أنا هخسر، حاجة لو ما حصلتش أنا هموت. ساعتها عمر اتحرك. فاللي عايز اوصله لك من القصة دي كلها ان اللي بيحرك الانسان مش امله في النجاح، الكلام ده بيحركك حاجات بسيطة، انما اللي بيحركك فعلا خوفك ورعبك من الخسارة. فالمشكلة مش فيك ولا في ظروفك ولا في عاداتك ولا في البلد اللي انت فيها ولا ان انت شخص ما بتتغيرش. كل الحوار ان الحاجات اللي انت بتحطها لنفسك عشان تعملها، انت لو ما عملتهاش مش هيحصل حاجة، فبالتالي ما بتخافش من الخسارة. انما احنا دايما ساعات كان بيجي علينا ظرف ان انت اتحطيت في موقف لو ما عملتوش هتخسر خسارة جامدة. ابسط مثال على كده الامتحانات، انت فضلت تأجل في الامتحانات وتبقى شايف الموضوع كبير وما اعرفش ايه وكده، لحد ما بيجي الكام يوم اللي قبل الامتحانات بتلاقي فجأة قدرات نزلت عليك من السماء بتشتغل ضعفين او 3 اضعاف اللي انت بتعمله. هديك مثال تخيل نفسك فيه، لو قلت لك دلوقتي عايزك تقطع المسافة دي مثلا في وقت كذا، ولو قطعت في الوقت ده هديك مكافأة، المكافأة دي هتبسطك، ساعتها انت هتحاول. لكن تخيل لو قلت لك انا عايزك تقطع المسافة دي وقمت مجري عليك كلب،
كلب شرس وانت خايف منه، عارف ان لو الكلب ده هيمسكك هيقطعك، ساعتها انت هتجري ضعفين او 3 اضعاف القوة اللي انت كنت بتجري بيها. هي ده اللي انا بتكلم عليه كله. طول ما في حاجة مش هتخسر لو انت ما عملتهاش فانت مش هتعملها. ساعتها بقى هتبص لشهوتك وهتسرح معاها، ودي كانت البنت اللي كان دايما بيبص عليها اللي هو فجأة ما التفت لهاش. او هتبص لعقبات صغيرة هي اللي هتوقفك زي التعويرة اللي تعورها عمر. لكن لما يكون هدفك الحقيقي انت مش هتلتفت، انت هتبقى شايف الهدف بس. فالخلاصة من كل ده، بطل تحلم، بطل تبقى تتخيل نفسك في سيناريو حلو جدا لو انا حققت الهدف ده. انا عايزك تكون مرعوب من الخسارة اللي انت هتخسرها لو ما حققتش الهدف ده. ايه الاستراتيجيات اللي ممكن تستخدمها عشان تعمل كده؟ ان انت تعلق كل حياتك على هدف واحد، تجازف في مشروع بفلوسك كلها، بحيث ان انت مثلا لو المشروع ده ما نجحش او انت ما عملتش اللي عليك انت هتخسر وهترجع على الحديد. تتحدى الناس كلها، توضح للناس ان انا هعمل كذا 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 في وقت كذا، وساعتها لو انت محققتش ده هتبقى في مشاعر خزي وعار كبيرة جدا انت مش تقدر تستحملها. ساعتها انت هتخاف من المشاعر دي وهتشتغل. ان انت تبتدي قبل ما تكون جاهز، ان انت ما تستناش الظروف المثالية او الفرصة اللي كان بيستناها عمر عشان تعمل حاجة معينة. انت ابدأ باللي معاك. دي الاستراتيجيات اللي انا بتكلم فيها. طول ما هدفك لما تعمله هتكون تمام، ولو ما عملتهوش هتبقى عادي، انت مش هتتحرك حركة جدية ابدا. الهدف الحقيقي هو هدف بيسبب لك رعب لو انت ما حققتوش. انا غراب. اشترك في القناة بتاعتي واكتب لي تحت في الكومنتات انت عايزني اتكلم عن ايه. متنساش تبص على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية.